أمر ملكي. لا، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين وتقديرا لدورهم الكبير، أمرنا بما هو آت. أولا، صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. ثانيا، صرف مكافآت شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. أمر ملكي. أولا، اعتماد صرف مخصص مالي قدره 1000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، فيكون الصرف اعتبارا من 1/1/1433 للهجرة. أمر ملكي الرقم 1000 تقسيم 62 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية القاضي بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي. أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين ب3000 ريال شهريا بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم 1000 تقسيم 23 بتاريخ 20/3/1432 من الهجرة. أمر ملكي. نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين السكن المناسب لهم، أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد بناء 500,000 وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع. أمر ملكي. نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40,000 مليون ريال، ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، أمرنا بما هو آت. أولا، رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300,000 ريال ليصبح 500,000 ريال اعتبارا من تاريخه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء